السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الكشري الاسكندراني مع البيض المتحرك والبتنجان اللي بالدقه. حاجه كده حلوه جدا، وهنعمل كمان طماطم بالدقه. بصوا طعم حكايه. وكمان نحاول نوفر شويه ونلم ايدينا، لان الاسعار زي ما انتم شايفينها كده عادت في الطالع. فهنبتدي نعمل اكلات بقى اقتصاديه مع بعض. وقولوا لي بقى في الكومنتات عايزين نعمل ايه، وايه الاكلات اللي تحبوا ان احنا نعملها مع بعض. يلا بينا بقى نشوف عملنا ازاي. اول حاجه انا معايا هنا رز، والرز ده انا غسلاه ونقعاه لمده 10 دقايق. ومعايا كوبايه من العدس، يبقى كوبايتين من الرز عليهم كوبايه من العدس. حابه تزودي العدس شويه براحتك. قبل ما احط الرز على النار هقلب معاه العدس وهسيبهم يتنقعوا مع بعض 5 دقايق. يلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجه هجيب حله هنا، نزلت فيها بمعلقتين كده كبار من الزيت، وحطيت كمان معلقتين كبار من السمنه. وهبتدي اسيب الزيت والسمنه مع بعض لغايه ما يتقدحوا. او ممكن تحطي زبده براحتك، المتوفر عندك حطيه. لو معلقه سمنه بلدي هيبقى حكايه. هنبتدي بقى اول ما الزيت والسمنه يتقدحوا مع بعض هغطي الحله كده، علشان لما احط الميه ما تطرطش عليا من الزيت. بصوا انا هبتدي اغطي الحله كده، هسيب منها حته صغيره خالص عشان هنزل بالميه بتاعتنا. طيب الميه انا حطيت هنا كوبايتين من الرز وكوبايه من العدس، يبقى مجموعهم 3 كوبايات. هحط بقى قد ايه ميه؟ هشيل نص كوبايه واحط كوبايتين ونص من الميه. يبقى لو عندنا العدس والرز 3 كوبايات هنشيل نص كوبايه ونحط كوبايتين ونص من الميه. انتوا بقى حسب انتوا حاطين قد ايه، اجمعوهم مع بعض وشيلوا نص كوبايه بس، وزودوا ايه يبقى كده الميه. خلاص هبتدي بقى انزل بالميه بتاعتي. يبقى انا حطيت كوبايه من العدس وكوبايتين من الرز، 3 كوبايات، يبقى معناها هحط كوبايتين ونص من الميه. هحط الملح بتاعنا، وبعدين اغطي الحله بقى لغايه اما يغلوا مع بعض. خلاص دلوقتي في الوقت ده انا هغسل العدس كويس جدا وانقعه مع الرز 5 دقايق. انا كده نقعت الرز 10 دقايق في الاول، وبعدين نقعت العدس معاه 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. انا غسلته كويس جدا وحطيته في مع الرز يتنقع لمدة 5 دقايق بس. يبقى العدس يتنقع لمدة 5 دقايق مع الرز، والرز اتنقع مع العدس يعني ربع ساعة كله على بعضه. الرز ربع ساعة، العدس 5 دقايق بس. المية غلت، نزلت بالعدس على الرز اهو، وهبتدي اقلبه كده كانك بقى بتطبخي رز عادي. هغطي الحله واسيبه على نار عاليه لغايه اما يشرب الميه بتاعته، وبعدين اهدي عليه النار. تمام. بس كده بصوا كانك بتتعاملي بقى مع الرز العادي. طريقه سهله وبسيطه وحلوه جدا. في ناس بقى بيعملوه ببصل ومش عارفه ايه لا ما بحبوش بكده. الطريقه دي أنا المعتمده على طول. العدس والرز شربوا الميه بتاعتهم اهي. هبتدي بقى ان انا اهدي النار خالص واقلبه كل شويه. هسيبه على نار هاديه خالص، حتى ممكن 10 دقايق اكتر. يعني ايه، ما تزوديش ميه ولا اي حاجه غير بعد. سيبيه 5 دقايق كده او زياده، لو احتاج ميه زودي حاجه بسيطه عشان ما يبقاش معجن معانا. تمام كده خلاص، هسيبه على نار هاديه خالص وكل شويه اقلب فيه. وده شكل الرز بتاعنا بعد ما سيبته على نار هاديه لمده 10 دقايق. اهو كل شويه بقلب فيه، وبصوا مفلفل وريحته حلوه جدا وطعمه جميل جدا. يلا بينا بقى ندخل على البتنجان ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه هنا البيض اهو كمان. انا سلقت بيض عشان نعمل بيض مدحرج مع بعض. يلا بقى بينا هنجيب البتنجان. البتنجان بتاعنا اهو هقشره بقى واحده وواحده كده. انا مش بقشره كله ومش بسيب القشر عليه كله، يعني بقشر واحده وواحده اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام هقشره بقى كله اهو. بصوا اكله سهله وبسيطه، وكمان هقول لكم ازاي البتنجان ما يشربش منكم زيت. والعدس بروتين، فيعني ايه نوفر بقى شويه من اللحوم وكده. اكلنا لحوم كتير في العيد وفي رمضان، فنوفر شويه. يلا بقى بينا نشيل الجزئيه دي اهو، وهبتدي اقطعه زي ما انتوا شايفين كده. هنقطعه دوائر كده زي ما انتوا شايفين. قطعيه بقى بالسمك اللي يعجبك، بس بلاش ترققيه قوي عشان ما يبقاش ناشف معاكي. كده السمك بتاعه حلو جدا. خلاص انا هقطعه كله بقى كده اهو. هكمل البتنجانه بتاعتي واكمل التاني وارجع لكم تاني. وبكده اكون انا خلصت البتنجانه وحطيته في مصفى، وهرش عليه رشه كده من الملح، وهسيبه لغايه ما انزل كله ميته، يعني حوالي ربع ساعه نص ساعه ننزل ميته كده عشان اقليه في الزيت ما يشربش معايا زيت. تمام كده خلاص اهو.
هبتدي اسخن بقى الزيت يكون سخن معايا على النار. الزيت بقى يكون سخن. الزيت بتاعنا اول ما سخن قوي اهو نزلت فيه بالبتنجان. هبتدي اما ياخد لون هقلبه على الناحيه التانية. تعالوا بقى نسيبه كده على النار لغايه ما نعمل الدقه بتاعتنا. اول حاجه معايا توم، آه معايا فلفل احمر او اي نوع فلفل عندك، وده التوم اللي انا مفرزاه معاكم، والفلفل ده برضه انا كنت مفرزاه. بصوا بقى، زي ما بقول لكم كده، اهم حاجه ان احنا بنطلعه في ساعتها اول ما ناخد منه ونعينه تاني في الفريزر. بكسر منه حته كده بتكسر معايا على طول. خلاص اهو التوم بتاعي اللي انا كنت مفرزاه معاكم، وده الفلفل برضو كنت مفرزاه، بفرزه صحيح كده زي ما هو الفلفل الاحمر، بغسله وافتحه من النص كده واشيل القلب بتاعه واحطه في اكياس واطلع منها الهواء واسيبه. بستخدمه بقى على طماطم لو هعمل محشي، هعمل حاجه الكشري كده. ومعانا ملح وفلفل وكمون بس كده. جبت الفلفل الاحمر وقطعته زي ما انتم شايفينه كده. حابين تضربوه في الكبه تمام. انا على اساس ان التوم مفروم وكل حاجه عندي يعني عادي مفيش مشكله، قطعته قطع صغيره. حطيت عليه بقى معلقه كبيره كده من التوم المفروم، وهنزل عليه قد بربع كوبايه خل. الخل ده برضو حسب رغبتك، حابه تزودي حابه تقللي على حسب تركيز الخل عندك. لو تركيز الخل تركيزه عالي ما تزوديش خل كتير. هبتدي اقلب بقى الخل مع الفلفل مع الثوم والملح والفلفل والكمون، وبكده يبقى احلى دقه معانا. خلاص يلا بقى بينا نشوف البتنجان اهو. انا قلبته على الناحيه التانية، هطلعه بقى وارجع لكم نشوف هنعمله ازاي. ادي البتنجان بتاعي اهو، انا بطلعه من الزيت بشوكه كده. وبصوا انا هنا بقول لكم ان هو ما شربش زيت. انا بطلعه من ودي الدقه بتاعتنا، بطلعه من الزيت بشوكه وبقعد اخبطه كده في الجنب بتاع الطاسه عشان ينزل كل الزيت اللي فيه قبل ما اطلعه. هبتدي بقى اقطع دي طماطمايه بقى هنعملها برضو مخلله، هنحط عليها بنعملها بالدقه. يعني انا قطعت حته اللي تحت كده عشان ايه، نعرف نحطها كده تبقى ثابته. وهقطع الجزء اللي فوق ده، قطعت الحته. بصوا هي وقفت مظبوطه اهي لما قطعت الجزء اللي تحت. هبتدي اقطعها على 8 بس ما ننزلش لتحت خالص، يعني ما نقطعتهاش لتحت خالص. بصوا اهو عشان تبقى ماسكه نفسها. وهبتدي اقطع بقى الاجزاء اللي انا قطعتها دي تاني تقطيع برضو اللي تريحكم قطعوها. المهم ما تنزلوش لتحت عشان تبقى ماسكه نفسها. بس كده خلاص اهي. حابه تعملي طماطم كتير بقى دي حاجه ترجع لك. هبتدي تعالوا بقى نشوف هنحشي ازاي. بصوا اول حاجه حطيتها في الطبق اللي انا هقدم عليه البتنجان. هبتدي ارص كده البتنجان بتاعنا. انا عايزه اعمله زي حلقات كده جنب بعض، فهاخد الكبير الاول احطه كده، وبعدين اشوفه عماله بنقي الكبير عشان احطه جنب بعضه في الاول، وبعدين الصغير هحطه بعدين. انا كده بقى رصيت البتنجان بتاعي كله اهو. هبتدي بقى احط التتبيله بتاعتنا الحلوه دي عليه. بجد يا جماعه طعمه وهم وما شربش زيت مني. هحط بقى هحشي الطماطمايه دي كده من جوه، طعمها حلو جدا اهو. ممكن تحطوا بقى فلفل اخضر، فلفل حامي، شطه، يعني حاجه ترجع لكم. بصوا هنبتدي نحشيها كده من كل الاماكن اللي انا قطعتها منها، يعني الفتحات. وهحط كمان الدقه دي كده هرشها على البتنجان. بصوا الشكل تحفه والطعم حلو جدا، جربوه هيعجبكم. اكله والله تفتح النفس عن اللحوم كمان. انا بحب الاكله دي جدا، تفتح نفسي على الاكل عن اللحمه واي حاجه تانية. اهو هنرش بقى عليها كده. ويا سلام بقى لو شويه جرجير ومخلل وسلطه خضراء، هيبقى حكايه بجد. يبقى كده انا خلصت البتنجان بتاعي اهو. حطيت عليه كل بقى الدقه. جربوا نوفر شويه لان انتوا شايفين الاسعار عادت صعبه، فمش لازم كل حاجه لحوم. ومعانا كمان العدس بروتين والبيض كمان بروتين، فبرضو اكله فيها بروتين ونشويات. والبتنجان فيه حديد، يعني اكله مفيده جدا ومغذيه. جربوها.
خلصنا كده شكل البتنجان بتاعنا، بجد شكله حلو جدا اهو، والدقة بتاعتنا كمان مظبوطة، والطماطم. هتاكلوه بقى مع الكشري هيفتح نفسكوا على الاخر. جربوا الاكلة دي وادعولي. يلا بينا بقى هنقدم الكشري. ادا الكشري بتاعنا وده البيض. نسيت اقول لكم ان انا بعد ما سلقت البيض قشرته وحمرته كده في زيت، ممكن تحمروه في سمنه بلدي. انا في معلقتين زيت كده ورحت مشوحه فيه لغايه ما خد اللون ده، وبعدين انا شوحته فيه وهو سليم. انا قطعته كده وانا بقدمه. زي ما قلت لكم بقى، لو شويه سلطه خضراء، جرجير، مخلل، بطاطس محمره، وبكده نكون خلصنا الطبق بتاعنا. بتمنى ان انتوا تجربوه، وبتمنى